السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ معاكم كابتن حسام. النهارده جاي اتكلم معاك في شويه حاجات كده لازم تشيلهم من نظامك الغذائي لو انت عايز تخس او تحافظ على شكل جسمك بصفه عامه، او حتى تحافظ على صحتك داخليا. تمام. اولهم السكر الابيض او السكر المصنع، يعني بصفه عامه. السكر الابيض، المياه الغازيه، الحلويات بصفه عامه، طبعا لازم تشيل كل الكلام ده من نظامك الغذائي، دي حاجه اساسيه. تاني حاجة الدهون الغير صحية أو الدهون المهدرجة، السمن المهدرج، الزيوت النباتية، كل الأكل اللي هو الفاست فود، جانك فود، اللي هو أكل الشارع، الوجبات السريعة. طبعا كل ده يعني في ضرر كبير على صحتك بشكل عام، مش بس على شكل جسمك وعلى ان انت هتتخن، لأ. تالت حاجة وهي المواد الحافظة، أي حاجة يكون فيها مواد حافظة حاول تشيلها من نظامك الغذائي. رابع حاجة والأهم بقى من كل ده المعجنات. معظم الناس ما بتعرفش تاكل اي حاجه او اي وجبه لازم يدخل فيها معجنات، ويعني مش اي نشويات، كمان في الوجبات البسيطه او السيمبل كارب. وطبعا دي يعني مضره جدا بالصحه اصلا بشكل عام، مش بس برضه على شكل جسمك. فالحاجات دي لو عايز تخس او تعمل شكل كويس او حتى تحافظ على صحتك حاول تشيلها من نظامك الغذائي، وطبعا بالتدريج، محدش بيقطع حاجه مره واحده. وفي الفيديو الجاي هقولك على البدائل الصحيه بتاعت الحاجات دي.